في كل فيديو انا بنزله وبتكلم فيه عن لاعب بعينه بقول لك ان اللاعب ده مرشح وبقوه للانتقال الى النادي الاهلي. كنت بقول لك ان اللاعب ده ارقامه واهدافه ومهاراته بتثبت ان هو يصلح انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي، ولاعب اخر بقول لك ان هو لا يصلح بالمره انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي، لان كلنا عارفين النادي الاهلي نادي بطولات، واي بطوله بيدخلها النادي الاهلي عايز يكون هو صاحب المركز الاول وهو صاحب البطوله، وكلام كتير جدا كلكم عارفينه. ولكن اللاعب فعلا اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي، او انا حضراتكم شفتوا لقطه من لقطاته دلوقتي في انترو الفيديو، هقول لك ان اللاعب ده لا يصلح انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي بالمره، مع احترامي الشديد جدا 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 لاداره النادي الاهلي وللمدير الفني للنادي الاهلي، وطبعا هم رايهم افضل وهم ليهم نظره لان دي مهنتهم وده شغلهم، ولكن انا بتكلم هنا اللي هو بفضفض معاك، يعني انا بدردش معاك وانت بتدردش معايا وهتقول اللاعب يصلح او ما يصلحش. انت كواحد دلوقتي مشاهد بتشوف الفيديو ده، اقول لك عايزك تدخل على اي موقع من المواقع اللي انت بتثق فيها وشوف بابا كارفاي لاعب المستقبل التونسي واللاعب السنغالي لاعب منتخب السنغال، لاعب منتخب الشباب، منتخب السنغال للشباب. عايزك تدخل كده وتشوف اللاعب ده ارقامه ايه، ملهوش تاريخ. وضعه في الملاعب ايه، ملهوش تاريخ. لاعب سنه صغير عنده 19 سنه، ملهوش تاريخ، ما اضافش اي حاجه غير حاجات لا تذكر، ولو ذكرناها مش هي اللي تخليه يلعب في النادي الاهلي، مش هي اللي تخليه يكون احد لاعبي النادي الاهلي على الاطلاق. فاللي انا عايز اوصله لك دلوقتي ان انا مع احترامي الشديد جدا لكولر او لفريرا كمديرين فنيين للاهلي او للزمالك او للانديه اللي ليهم جمهور، اقول لك ان هم ليهم نظره معينه، واقول لك ان هم ادرى مني وادرى منك انت كمشجع وادرى من اي حد، لان ده شغلهم ودي مهنتهم. ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان بابا كارفا يا جماعه ده لا يصلح انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي بارقام، مفيش ارقام علشان اجيبها لك، لانه طبعا ارقام لا تذكر زي ما قلت لحضرتك. انا هنا بتكلم بجيب لك اللعيبه المرشحه، ما بقولكش ان اللاعب جاي النادي الاهلي، ولكن بقول لك بناء على كلام الاعلام محمد شبانه، وبناء على كلام الاعلامي والصحفي الرياضي عبد الناصر زيدان، وبناء على كلام الاعلامي والصحفي الرياضي ولاعب الاهلي السابق محمد فاروق، ان اللاعب ده يقترب بقوه الى للانتقال للنادي الاهلي. الموضوع كان حاصل ان مع بدايه الموسم اللي احنا فيه في الوقت الحالي ده كان يقترب بقوه هو نفس اللاعب وكلهم طلعوا واتكلموا، ولكن اللي جدد دلوقتي ان الموضوع اتجدد مره ثانيه مع الانتقالات الشتويه المقبله. لاعب مهاجم، ايوه مهاجم، ولكن ايه ارقام اللاعب علشان يجي النادي الاهلي؟ بقولها لك المره الثانيه برضو مفيش. انا دلوقتي حبيت افهمك الصوره واقول لك الدنيا ماشيه ازاي. انا مش بلوم على الاداره، وبقول لك ان الاداره ليها نظره افضل مني، بقول لك ان الاداره ليها سيستم، هي طبعا دي مهنتها وده شغلها، وبالتالي هم اكيد ليهم نظره. ممكن يكون جايب اللاعب كمرحله بناء سنه صغير فهو شايف ان اللاعب موهوب، ولكن اللي عايز اقوله لك ان مارسيل كولر في الوقت الحالي بيدرس اللاعب مش عن طريق فيديوهات، عن طريق مباريات بيلعبها اللاعب مع الفريق بتاعه او مع منتخب الشباب، وبالتالي مارسيل كولر لسه ما اداش الاوكي في ان اللاعب يجي او ما يجيش. ولكن يا جماعه اللاعب ده مرشح وبقوه للنادي الاهلي. رايك في اللاعب انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي؟ اكتب لي رايك في التعليقات.